ده انا همسك بي ام في حلقه من الحلقات هنغسل. ما بنقولش كده. تحس ان العربيه برضه ديزاين بيقول حاجه. حلو قوي الاجابه دي. في ناس بتكره العربيات الجديده. انا اولهم. لو انت شاريها عشان العربيه دي انت عارف هتعمل فيها ايه وهتحافظ عليها ازاي، مش خساره. بالظبط ان ده صوت الموتور. المواتير هو متعه. مش عارف اقبل الاعداد الديجيتال بتاع العربيات. لو انا هقعد اركب عربيه واحده طول حياتي هي العربيه دي. معنا النهارده ضيف مميز، كار انفلونسر ودايركتور عمر صالح. منورني النهارده في استوديو شافت. ازيك يا عمر؟ الحمد لله يا عمور، انا مبسوط ان انا معاك. مبدئيا اسم عمر ده اسم فخم جدا. عمر وعمر. شويه نرجسيه كده نبدا بيها الحلقه عشان الدنيا تبقى لذيذه. انت كار انفلونسر ودايركتور، ايه حلقه الوصل ما بين الاثنين؟ بحس ان ده فن وده فن، يعني الاخراج اكيد فن، والعربيات فيها حته فن كده. تحس ان العربيه برضه ديزاين بيقول حاجه، هي العربيه كلها بتقول حاجه. فعلا العربيات يا جماعه تعتبر ارت. في ناس بترسم وتصمم عربيات وهو ما درسش اصلا كار ديزاين وحتى برضو الاخراج. باي ذا واي انت خريج اخراج ولا واخده خريج اعلام؟ ما شاء الله. طيب الشغف بالعربيات بدا من فين؟ انت كحد حياتك كلها في الاخراج وفي الدايركتنج وفي الكلام ده، ايه اللي خلاك تهتم بالكار؟ ما انا ما اهتمتش على كبر، يعني انا مش فجاه بقيت بحب العربيات. يعني بحس ان احنا واحنا صغيرين كلنا يا كنا بنحب الكوره يا كنا بنحب العربيات يا كنا بنحب الاثنين. صحيح. يعني في ده وفي ده وفي ده. لسه فاكر بقى الالعاب العربيات اللي كانت انا بقى زمان كنت دي. عربيات. هما بيقولوا انه حب العربيات ده حاجه متوارثه، حاجه كده في الجينات. كنا احنا اتكلمنا مع بعض عن الوالد رحمه الله عليه، وانت اخدت الهوندا السيفيك بتاعته. ايه القصه؟ احكي لي المغامرات الاول. اعتقد ده اكتر حاجه خلتك تحب العربيات. يعني دي اكتر حاجه فيري سنتيمنتال ممكن نقول نسميها ان دي اكتر حاجه خلتني ناضج في حوار العربيات. لان انا زمان ما كنتش بنفس النولج اللي انا فيها دلوقتي في العربيات. كنت مجرد حد عادي بيحب العربيه، شكلها حلو، مهتم بالبرفورمانس بتاعها، يعني بتجري قد ايه الجو ده، بس بشكل سطحي. لكن بعدين انت نضجت اكتر في الفيلد، بدات ان انت بالظبط تعمل كونتنت وتهتم اكتر ان ديتيلز. السبب بقى هي النقله بتاعه ان انا بقى معايا عربيه بابا الله يرحمه اللي هي الهوندا السيفيج 91 دي. هي اللي خدتني في حته النضج شويه. انت كان في مغامرات، انتوا كان عندكم حب استطلاع، تروحوا تشوفوا عربيات معينه وبروجكتس؟ تحب تحكي شويه عن طبعا الكلام ده؟ انا يعني لفت نظرك؟ احكي لي. مش لفت نظري، هي الفكره كلها ان انا كنت مثلا انا بعمل كده دلوقتي. يعني انا بقيت كلنا هذا الراجل. انا بقيت نفس الشخص ده دلوقتي. اروح اشوف عربيه مش هشتريها. عادي جدا، ومش هشوف كمان. انا سهرتي بالليل جانب المظلم بقى اوفر ثينكينج. ايوه يا اما انت بتقعد على الماركت بليس وتشوف عربيات. ده متعتنا ده كلنا. فبابا كان كده. بابا كان يقعد طول الليل. انا دخلت مثلا انام ولا حاجه واصحى الصبح ليه محضر لي لسته عربيات. هنروح نشوف دول. ولو ما رحناش ممكن ما نبقاش بغرض الشراء، احنا ممكن نتفرج. ايوه، ما هو حب استطلاع. ايه العربيات تحفه دي. 90% اللي بيشوف عربيتك اللي معروضه للبيع حب استطلاع. بالظبط. هو معهوش اصلا في جيبه البتاع ده، بس انت يعني دي حاجه جميله قوي، يعني مغامرات حلو. طب انت ايه اكتر عربيه عجبته جدا، حسيت ان هي كانت ملفته للنظر؟ الجي ام سي القديمه. يوكن بقى ولا انهي جيل؟ مش فاكر بالظبط اسمها يعني تفصيلا، بس اللي هي الضخمه الكبيره الامريكاني اللي هي بالظبط ان ده صوت الموتور. هو متعه. الناس اللي عايشين في الخليج برضو يعني يمكن بيحبوا العربيات دي قوي، محظوظين شويه ان هم عندهم العربيات دي بكثره ومنتشره اكتر من عندنا. دي حقيقة. بالرغم ان مصر في الثمانينات وفي السبعينات كان فيها جي ام سي بكثره، بس فجاه يعني السوق اتغير عندنا. طيب احنا عندنا طبعا اهتمامات كده انت بتحبها جدا، الاكزوتكس. انا هرجع تاني للهوندا بس عايز اخدك كده شويه. ما رجعتش انا هزعل. انا هرجع تاني للهوندا. لازم نرجع نتكلم فيه اكتر لان الموضوع ده كبير جدا. يلا بينا. العربيات الاكزوتكس من وجهه نظرك برضو فيها حب استطلاع طبعا. ان انا عشان كده انا جايب لك الحته دي. ممكن اخش معرض غالي جدا واركب عربيه كده واحس ان انا انسبيريشنال جدا. ايه بقى حكايتك مع العربيه دي؟ مشاوري بالليل. ده انا بالليل، يعني انا بالليل وصل الدهشور معرض فيراري. فيراري بتاع نخش نتفرج. احنا مش هنشتري خالص، او على الاقل دلوقتي. يعني مش هننفذ دلوقتي ان شاء الله في القدام، يعني ربنا يكرم كلنا ونركب فيراريات، بس على الاقل دلوقتي بس حب استطلاع. انت بتشوف العربيه انت نفسك تجيب العربيه دي. طب في حاجات، يعني انا مثلا لما ركبت فيراري في السعوديه كانت 458 تمام، كان عندي توقعات عاليه قوي. العربيه لقيت نفسي بنزل لها وبقعد على الارض والعربيه خشنه وباكت سيتس وحضناك العربيه مش مريحه خالص. مش مريحه خالص. في منها ديلي وفي منها تراك ريدي بقى.
الناس عندهم تصورات ان دي عربيات، لا دي عربيات انجينيرد ان هي تجري مش ماشي، تبقى مريحه. ما هي هتجري، ما هو في منها ايه ديلي. رايك في الحته دي، او ايه رايك في القصه؟ انا معاك، بس توقعات الناس في الاكزوتيك كارز. في منها ديلي تعرف تستخدمه كل يوم، زي الكاليفورنيا تي كده، وزي ال 911 تيربو اس وكل الكلام حلوة الجميل جداً ده. وفي جداً. جي تي 3 ار اس، دي دي عربيه تراك ريدي. تراك على يعني طول. هم اصلا معموله عشان تروح تراك، فما تاخدهاش ديلي يوز. فانا في الاول خالص قلت لك فكره ان العربيه عندها ميشن، ساعد العربيه تحقق الميشن دي. ما تاخدش عربيه مثلا معموله عشان تبقى عربيه تراك ريدي وتروح تراكات وتجري وبتاع وتخليها ديلي يوز. مش مستحيل، مش هترتاح، صعبة. انت هتتعب مش جدا، هتتعب جدا، ورانينج كوست هتبقى رهيبه. خشنه ورانينج كوست. صحيح صحيح. الناس برضو لازم تفهم شويه، احنا عايزين نبسط مفهوم الاكزوتيك كارز للناس. الناس فاهمين ان الاكزوتيك كارز حاجه واحده، لا في ليفلز طبعا، في مستويات في الاكزوتيك كارز. إيه لو يعني حابب تبسط الموضوع اللي انت مهتم بالاكزوتيك كارز، لو هنبسطها كده كسلم. الاكزوتيك كارز كمدخل ممكن يبقى ايه؟ هل ممكن مثلا كورفيت نعتبرها اكزوتيك كار ولا سبورت كار عاديه؟ كورفيت بحسها سبورت كار عاديه. سبورت كار عاديه بالرغم ان هي بتناطح في براندات كبيره، يعني بتضرب في براندز بمناسبة كبيره. انت بتتكلم عن كورفيت، فانا في عربيه بالنسبه لي علامه استفهام اللي هي الحته دي بقى، الكامارو. كامارو عربيه غريبه. يعني لو زد ال1 ماشي، لو العادي دي عربيه ميدل ايج كرايسيس ولا بيسموها انت مش فاهم ازمه منتصف العمر. انا مش فاهم هي يعني عايزه ايه يعني. وحشه جدا على فكره. انا كل ما اركبها انا من الناس اللي ما بيحبش الازاز الصغير ده، ما بيريحنيش يعني. فطب انت ايه اللي مش عاجبك في الكامارو دي؟ ليها جمهور كبير جدا. ما ليها جمهور كبير جدا، بس تعالى نتكلم مع الجمهور ده هتلاقيه معجب بالكامارو عشان شكل. سبيكس بقى وبرفورمانس وكده، هتلاقي الموضوع مش. بس دي تقارن بالماستنج، دي مش اكزوتيك. احنا عايزين مدخل الاكزوتيك. لا انا بتكلم فيها عشان انت قلت كورفيت، فانا افتكرت الكامارو كده. ايوه هي جت لقطت معانا. ما لازم طبعا الامريكان ماسلز كلها، العربيات الامريكاني العضلات كلها تخش معانا. طيب انا النهارده عايزك اركب اكزوتيك، اخش العالم ده، ممكن ابدا من فين؟ وانا عايش في مصر، مش عايش في الخليج، مش عايش في الاماكن اللي العربيات فيها. السؤال ده هيجيب لي مشاكل. روح ليه؟ بحب المشاكل، لان احنا بنتكلم عن اكزوتكس، فتلاقي مثلا بقول يعني. لك تعالى نبدا بالفيراري 296. لا بس انت بقى فيراري بنتكلم في رينج $500,000. ما انت بص بقى، ما بتتكلم عن اكزوتيك. طب في شروط في العربيه تتحط عشان تبقى اكزوتيك كار؟ تبقى زي يعني مش عارف اجي ابسطها لك ازاي، بس تبقى عربيه برفورمانس عالي جدا. الهيريتج برضو بتاع العربيه بيفرق. انا عندي مثلا تاريخ تسابقي في العلامه التجاريه دي، وده اللي بيخلي العربيه غاليه اصلا. يعني ده اللي بيخلي العربيات غاليه الانجينيرنج الانجن. انت وافقني الراي او ارفض يعني، عادي جدا برضو. انا دلوقتي خدت عربيه بروجكت جولف مثلا، عدلت فيها اي جولف، عدلت فيها وخليتها 600 هورس باور 700 هورس باور. ده ايه ده؟ انت رحت بقى بضرب مثال. هل هي كده العربيه بقت اكزوتيك؟ لا طبعا ما كانتش اكزوتيك. فالعربيه الاكزوتيك مش بتجري بس ومش بتطير بس، يعني العربيه الاكزوتيك فايب كامله. صحيح، يعني تجربه كامله بتنقلها لك العربيه. هنعمق كده قوي. فانا عايز ارجع تاني للهوندا اللي احنا اتكلمنا فيها. انت كنت بتقول لي ان انت مسميها اسم. الله يرحمه هو اللي كان مسميها. رحمه الله. هي هوندا، فهو مسميها هنا عادي جدا. هنا الله. نايس. في ناس كتير جدا مسمين عربياتهم اسماء غريبه. انا مثلا كانت الراجل اللي اشتريت منه العربيه البي ام كان مسميها فيكي E39. انت مسمي عربيتك هناء؟ قولوا لي في الكومنتس انتوا لو عندكم عربيه مسمينها اسم. الناس كلها بتضحك ورا. انا يا معلم. انت ايه رايك في موضوع السوق المصري ده؟ احنا اوفر برايسد جدا فوق ما تتخيل، مقارنه بالخليج، مقارنه بالاسواق التانية. احنا جت فتره الموضوع ابتدى يظبط، ده من قريب جدا قبل الحرب يعني وكده. تظبط مقارنه بايه؟ الدولار ولا انت؟ اصل احنا عندنا دولار جمركي. تظبط مقارنه بالدولار. احنا مشكلتنا عندنا دولار جمركي ودولار جوه البلد، فده بيخلي السلع شويه وبيخلي الدنيا مش مستقره ساعات. فايه رايك في القصه دي؟ انا يعني ممكن نحلها ازاي؟ لا ممكن نحلها، دي مش فاينانشال قوي. هو الحل معايا انا؟ وانا مش معايا، انا مش فاينانشال قوي، بس ايه يعني وجهات نظر في الاخر. انا كنت مبسوط لما كانت الدنيا بتقل وكنا بنصحى من النوم نلاقي في عربيات عليها ديسكاونت 200,000 ومش عارف ايه، ارقام كانت حلوه جدا. يعني الاوفر برايس اتحط بال 200,000. انت لما تنزل الاوفر برايس انا ما بحبش اشتري عربيه اوفر برايس. انا ما اقدرش الكلام ده يعني. انت ليه تشتري عربيه اوفر برايس اصلا؟ عشان كده الناس بترجع للحاجات القديمه. لا يعني مش فكره ترجع للناس الحاجات القديمه، فكره ان انت ليه تروح مكان تشتري منه عربيه اوفر برايس وانت عارف ان انت هتدفع الرقم ده، ممكن تدفعه في عربيه تانية اصلا من غير الاوفر برايس عشان جاري اشتراها مثلا. ما انا عندنا كده في ثقافتنا للاسف. بالظبط. روح ادفع في هونداي توسان ملايين عشان جاري اشترى. لا انا برضو يعني في ناس بتفكر كده. يا جماعه ما حدش يعمل كده، ما حدش يشجع دايما في بدايل. الممارسات دي.
دايما في بدائل. والتجار يعلوا يعني مم. انا بعت توسان بفوق سعرها بمبلغ قد كده، فيلاقي الجارو التاجر برضو يزود. طيب انا برضو مش عايز ابعد كتير، خلونا برضو نخش في حته برضو تانية. العربيات القديمه في ناس بتتعلق بيها وبيلجأوا لها سواء مضطرين او بمزاجهم. ايه رايك في القصه دي؟ في ناس بتكره العربيات الجديده، في انا ترند اولهم مش بكرهها، مش عارف مش عارف تفلح. لا يعني باخد فتره عقبال ما اتعود على شكل العربيه او التكنولوجيا الجديده اللي في العربيات. سكرين قد كده، سكرين، شفت كل حاجه تاتش، وهو شفت البي ام دبليو الاكس 3 اللي هي لسه كونسبت او مش كونسبت، يعني اتعرضت في معرض شكلها وحش موت. اللي هي النيو كلاسي. ده انا همسك بي ام في حلقه من الحلقات، هنغسلهم. ما بنقولش كده. إيه؟ ما بنقولش كده. هنغسلهم. رغم انها فيها من القديم. محدش متقبل اصلا ديزاينز بي ام دبليو. هي فيها من محدش متقبل. هي فيها من ال 1500 القديمه والاي 21 القديمه. هو انسبايرد صحيح، انسبايرد بس نفس الشبكه ونفس كل حاجه، بس اقعد جوه فيوتشرستيك. ايه الكيرف ده؟ هو قصده ان انا اعمل حاجه فيوتشرستيك، وانا شايف ان ده اذى صناعه السيارات جدا، الكار اندستري عامه، ان انا بقى عندي عربيات مستقبليه بزياده. هل انا محتاج ده؟ بس انا بقى هو انا عايش في سايبر بونك اللعبه بتاعت بدات اشوف ان ده كلام، ولحد ما بتقعد جوه العربيه بتنبهر كل ده بيروح. يعني انا قعدت فتره مش عارف اقبل الاعداد الديجيتال بتاع العربيات. يا شيخ كنت بحب الانالوج اللي هو انا بصراحه بحب الانالوج قوي ده، بالذات بتاع البي ام بصراحه. طبعا لذيذ، طبعا لذيذ قوي، اللي هو بيروح بنعومه كده قديم وتسعينات وبتاع، بس تحفه. قعدت فتره بقى مش عارف اقبل بقى مش قابل، انا مش بلحق، لحد ما واحده واحده بقى بدات اللي هو تمام شكلها حلو ونغيره وبتاع، ولو بيغير اللمبات اعتقد فشكله يبقى لذيذ. طبعا ده حلو جدا الكلام ده. طيب اعمل لي كده جراج. انت بتحب الكلاسيك كارز ولا بحب الكلاسيك كارز؟ بما انك بتحب العربيات القديمه، ايه اكتر عربيات قديمه؟ اعمل لي كده جراج صغنون 3 عربيات حابب تتملكهم. اول واحده انت بقى معاك فلوس معايا تكيش عشان ما حدش يهاجمنا دلوقتي. انا ممكن اشتري عربيه جديده موديل السنه، بس انا اخترت اجيب لي 3 عربيات في الكلاسيك كده. ايه الكلام؟ اول واحده وهي يعني من احلام حياتي ال 911 اللي هي موديل كام؟ 89 لحد 94. الله، تحفه فنيه جميله جدا. بتتباع بارقام دلوقتي على فكره. ما دي بقى الفكره، بتتباع بارقام ومش هتلاقي حاله، يعني ممكن تلاقي حاجه بايظه فيها، فانوس مش عارف ما هو بروجكت كار ليه؟ ما هو برضه ما انا عايزها بقى، لا عايزها هتدفع فيها ملايين لما ربنا ده لسه لاقيين واحده بارن فايند راجل باعها مش عارف بكام مليون دولار. بس انا عايزك بقى تروح المانيا تبص على العربيات اللي ماشيه في الشارع، هتلاقيها ماشيه في الشارع عادي. طبعا بلدها طبعا. يعني اكيد بلدها طبعا. اصلا بورش كانت عامله مشروع جميل قوي يرجعوا العربيات ريستوريشن في التوكيل نفسه، بس انت لازم تبقى في اي بي كاستمر وفي شويه شروط كده سخيفه، هتدفع ثمن العربيه تاني اكشلي يعني، فهي موجهه لناس معينين. طب الثانيه عربيه ايه؟ فورد ماستنج قديمه برضو ستينات. الله، شغل بقى لانا ديل ري، ماسل كار بقى. عارف انت ما بتسوق العربيه وانت نازل كده ايوه زي الدريكسيون وانت نازل. هي دي في 6 ولا في 8؟ بتهيألي كانت في 6. في 6 اوكي. تخيل ستينات، تخيل دي متسقط لها الانجن، مش عايز اسقط حاجه، هي على ابوها كده، هي كده استوكايه بالدريكسيون الخشبي اللي هو ايوه وتمام، وتنزل كده رايق تسوق بالليل نايت رايد بتاعتك. النايت رايد يا عيني، انا تمام، ده رايق جدا. طب العربيه الثالثه ايه؟ كورفيت سي 2 دي الستينات برضه. السي 2 اللي هي الويندو. كان جاري في السعوديه عنده واحده زي دي، كان راجل رايق موت. كلمهولي يلا بينا ابو فهد. كان راجل لذيذ جدا على فكره، وهو عشان عاش في امريكا راح جابها معاه. بما انك مخرج، في ناس بياخدوا حته تصوير العربيات والاوتوموتيف فوتوغرافي عموما كاكل، مصدر اكل عيش. في ناس كتير مهتمين بالموضوع ده، تمام. انت من نظرتك كده، لو انا مهتم بمجال تصوير السيارات كفيديو كفوتوغرافي، اعمل ايه؟ اول حاجه انا شايف ان مفيش حد مهتم بتصوير العربيات الا اذا كان بيحبها. يعني انت مستحيل لازم تبقى كار جاي اصلا. انت مستحيل تبقى يعني نازل النهارده من بيتك هتروح تصور عربيه الا اذا كنت بتحبها. يعني ماشي، ممكن نبقى في ناس شغاله في التصوير العادي ويجي لهم مثلا يوم هنصور عربيه، بس ده يوم من وسط ايام. اوكي. لكن انت راجل متخصص في تصوير العربيات. لا متخصص، في ناس متخصصين ويشتغلوا مع توكيلات كبيره ويشتغلوا مع حاجات كبيره طبعا. انت بتحبها، في اسماء كبيره دلوقتي في السوق في عالم التصوير يعني جدا، وفي مصر كمان. بما انك شغال في الاخراج بروفيشنالي، انت ما شاء الله شغال في قناه النهار متهيألي، القاهره الاخباريه وبرزنتيشن ما شاء الله. طيب انا دلوقتي عايز اخش مجال التصوير والسيارات تحديدا، ابدا من فين؟ خليك ستوري تيلر، دي اهم حاجه، تكون بتحب العربيات، ولازم ما توقفش عشان تستنى معدات بروفيشنال.
ابدا بموبايل. بموبايلك. الايفون عظيم. وشوف لو انا بقلب كده وقاعد بقلب في موبايلي وبسكرول وشفت فيديو للعربيه دي، انا هقف ليه؟ انا ممكن اعمل ستوري تيلينج بالتصوير، يعني مش لازم انا اطلع بوشي. لا طبعا انا ممكن على احط فكره مزيكا حلوه مش بتكلم ككونتنت، والف حوالين العربيه بطريقه معينه. مش بتكلم ككونتنت، انا بكلمك كراجل. انت دلوقتي ماسك تليفونك وبتصور العربيه دي وبتحب العربيات، شوف انت هتحب توري، يعني انت هتحب تشوف ايه؟ يعني الباشن هتشوف رقم، قد ايه واطيه الباشن على الارض رقم بقى، واحد. ولا تشوف السبويلر بيطلع ازاي، ديتيلر. ولا هتشوف هي قد ايه واطيه والفرق بين الكاوتش وهي ستانز؟ يعني لازم وريني. تبقى باشنت اول حاجه، تبقى شغوف بالمجال، ما تبصش على الفلوس اللي قدام، تبص الاول لا، وبص على وتشتغل الفلوس بالمتاح. لا فيها فلوس حلوه. وبص على الفلوس برضه، وبص على الفلوس مهم برضه. الكلام ده. ايوه بس الشغف عامه في رايي انا ان انت تقدر تعمل الحاجه دي فور فري. طبعا. يعني انت تقدر تشتغل في ايفنتس بتتعمل، اكتوبر تيونرز، شاوت اوت اكتوبر تيونرز، بحبهم جدا. وستانز فيستيفال، الحاجات دي العربيات دي بتبقى تحفه، ويعني ماتيريال عظيم ان انت تروح تصور. ده حلو انزل قوي يا باشا الكلام ده. صور. ده ايفنت انا ما اعرفش بصراحه على الايفنتس قوي في مصر في الدنيا ماشيه اكتوبر ازاي. تيونرز نورني كده. دول مجموعه شباب. ان شاء الله لو في نصيب نروح نبص تعالى كده. تعالى نروح، يلا بينا. يعني تمام، يلا حبايبنا بينا. يعني. جيب عربيتي ونروح. يلا بينا. هم كل العربيات بتاعتهم ستانز متعدله، في حاجات متعدله موتور انا وكده، متهيألي جه قدامي حاجه زي كده. ده حلو قوي ده. جمال. فبيبقى في ايفنت شكله حلو جدا، حتى يعني متنظم كويس جدا، الاضاءات متظبطه على كل التصوير. حاجه كل حاجه. هو اصلا الموضوع معمول قوي ان هو يبقى بيتصور. يلا بينا نخش فقره الكار جيمز مع الضيف بتاعنا. وفي كار جيمز جامده جدا جايه في الطريق يا جماعه. في هنا عندي 4 كارز، كل عربيه هيطلع اسمها، هتقول حاجه عجباك فيها. يلا بينا. اتفضل اختار. رايت. طلع معاك ايه؟ هوندا سيفيج AK9. واو نايس كار. العربيه ريترو. دي يا لهوي. يعني انا معايا هوندا، بس انا هوندا سيفيج AK9 دي انا بحبها حب شكلها متمتع. جميل جدا، وفي ناس بيعدلوا عليها تعديلات تحفه. العربيه دي ايه اكتر حاجه بتعجبك في العربيه دي؟ اكتر حاجه بتعجبني في العربيه دي شكلها، يعني انا روشه موت. روشه. انا في واحده اصلا على بمناسبه ان انا بقول لك ان انا بقعد على الماركت بليس كتير، في واحده على الماركت بليس دلوقتي لونها احمر. الله، انت عارف باللون ماشيه جايه من المانيا، عشان تبقى مش عارف ازاي جايه من المانيا، بس هي كل حاجه فيها ستوك. الفبر الانتيريور بتاعها من جوه دي متخزنه، مش عارف، متخزنه تقريبا ما شاء الله. في فبر انا خايف على اللي هيشتريها. لا دي بالذات تبقى كام؟ دي تبقى غاليه قوي. ما اعتقدش. مش قوي، يعني هتبقى فرنج عربيه زيرو دلوقتي كلها. اوكي، ده هتبقى يعني بنتكلم في مليون جنيه ولا حاجه. لا بنتكلم في 700 800 في الرينج ده. وخساره فيها من وجهه نظرك ولا؟ لا مش خساره، لو انت شاريها عشان العربيه دي انت عارف هتعمل فيها ايه وهتحافظ عليها ازاي، مش خساره. هي بصراحه ريترو ستايل جميل قوي، تنفع طبعا. جي دي ام. تنجح جدا جدا جدا. هي اصلا جي دي ام باي ديفولت. باي ديفولت اصلا. خش في العربيه اللي بعدها. يلا بينا. مرسيدس CLS C18. اختيار مميز. العربيه دي يعني لو انا هقعد اركب عربيه واحده طول حياتي هي العربيه دي. كنت لسه هسألك السؤال ده، لو حكموا عليك تركب عربيه طول حياتك هي دي بقى CLS. اشمعنى بقى؟ ما هي دي بقى نرجع لحاله CLS موديل كام؟ C18 اللي هو من اول 2011 لحد 2018. عربيه جميله جدا، عربيه جميله جدا، ده من احلى اجيال مرسيدس. هو الشكل ده، ولا حتى الجديد اللي هو الجديد مش عاجبني ولا انا عاجبني. هي دي عربيه. يعني انت لو دخلت عندي على انستجرام في السيرش هتلاقي كده فيديوز بتظهر، هي كلها المرسيدس CLS السوداء او البيضه اللي هي في روسيا بيشغلوا عليها ميوزك روسي ويقعدوا يلفوا بيها. لا بصراحه عربيه فظيعه جدا، عربيه فظيعه جدا. بصراحه اختيار موفق فعلا، دي تسوقها طول حياتك فعلا. انا برضو ممكن ابقى كده على فكره. في حته كده يعني ما بحب مستر يحيى رشدان فوق ما تتخيل. عنده عربيه ما قابلتش قبل كده، شخصيه جميله جدا. عنده عربيه واحده، ده باشن موت. يعني فوق ما تتخيل. بس عنده عربيه واحده الالبينا الE30. الله. هو لدرجه ان هي حاططها جزء منها في الصالون، يعني مدخلها كده جوه البيت. مستوى تاني ده، الله يكرمنا. فهو حتى انت ما ينفعش تدورها، انت ما ينفعش اي حد كده يخش يشوف العربيه دي اصليه. دي بقى اللي انا عامله مع CLS. هتخزنها عندي في الصالون، بس طول حياتي بقى هي دي بتاعتي، انا اقعد انا وهي كده. لا على فكره في ناس كده. طيب معانا 2 كاردز، اسحب واحده روح. فيراري دوديتشي تشلندري. رايت. ايه اكتر حاجه بتعجبك في العربيه؟ اكتر حاجه بحبها في العربيه دي فكره ان انت معاك عربيه اكزوتيك وفورمال. العربيه دي ممكن تركبها وانت لابس بدله. ده الميكس الصعب ده. صعب جدا. انا اصلا العربيات الاكزوتيك ريس كار، ما بتهزرش، عربيه عنيفه
طيب وايه تاني؟ لا يعني بالنسبه لي ان هي محققه، ده احسن حاجه محققه حاجتين بتعجبك في العربيه دي. جدا. طيب. انت راكب فيراري ببدله، يعني دي حاجه ده حاجه عظيمه ولا جدا كانك راكب جدا. كولينن. اصل انا بصراحه ما اعرفش العربيه دي، يعني انا يمكن اول مره هشوفها دي. بسبب ايه؟ ان فيها كمبيوترايزنج، ولا هي دي كلاسيك، ولا حاجه حديثه؟ لا حديثه يعني انا بتعلم مع الجمهور دلوقتي عن العربيه تشلندري لا حديثه. دي موديل كام مثلا دي؟ لا بنتكلم في جديد في 24 و23. 24. ازاي ما اعرفش عنها العربيه دي؟ جميله. ده جميل قوي، انا عايز اسيرش اكتر في تشلندري العربيه دي يعني 12 سلندر، في 12 سلندر، وفي نفس الوقت مخلياك مرتاح انك انت تبقى لابس ديلي. بدله ديلي تركبها كل يوم. ده حلو وهي قوي فيراري. ده حلو قوي الكلام ده، وفعلا حاجه ملفته للنظر. طيب اخر كارد معانا مرسيدس دبليو 212. ايه رايك؟ دي اللي انا ممكن يعني في عربيات كده الحقبه الزمنيه، مش عارف الحقبه الزمنيه ده كبرت الموضوع قوي. لا بس سلاح التلميذ اديله كلنا. لا هذا الراجل عادي فكره ان انا يعني لو هنزل اشتري عربيه دلوقتي مش قديمه قوي، وفي نفس الوقت انا هي العربيه دي اللي ننزل اشتريها دلوقتي. هي جميله جدا دلوقتي. عربيه حلوه قوي. ايه اللي عجبك فيها؟ برضو اديني على الاقل 1 بوينت. ذاتس ذا جيم. 1 بوينت ان العربيه دي سبيكس بتاعتها عجباني قوي. 1800 سي سي، دفع خلفي. ماشي. العربيه دي فيها امبيانت لايت اوريجينال بتاعها، وشكله شيك، مش شكله اللي هو المبتذل بتاع اليومين دول. تحس ان انت العربيه شغل بقى التكاتك بقى والدنيا الوان وازرق واحمر. في نفس الوقت انت محتاج في يوم يعني تاخد اوفرتيك حلوه وانت ماشي، ومحتاج يعني تحس ان انت العربيه اللي راكبها كده بتحقق لك برفورمانس لطيف، وفي نفس الوقت برضو مش بادجت عالي قوي. طب العربيه دي النهارده بقصب يعني برقم عربيات جديده هتعمل لها مثلا مليون، 1.600 1.500 الرينج ده. عربيات جديده في نفس الرقم، حالات حلوه. في نفس الوقت انت راكب مرسيدس طبعا النجمه ذا اونلي ستار ذا كوين اوف ذا رودز. انا اتشرفت بيك جدا يا عمر، ويعني اتمنى كانت حلقه ممتعه حبيبي ومفيده للناس. شكرا جزيلا ليك، ونشوفك ان شاء الله على خير. كانت دي حلقتي النهارده مع عمر صالح من الضيوف بصراحه المميزين جدا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقه دي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس النوتيفيكيشنز عشان ما يفوتكمش الضيوف اللي جايين والابديتس اللي جايه. بيس.